Bonjour, moi c'est نيال بروفيسور دو فرونسي. عايز تكتشف صوتك الحقيقي يبقى لازم تبذل شوية مجهود أكتر بكتير علشان إن أنت تعرف صوتك. الصوت الحقيقي هو اللي بيكون جاي من العمق، وكمان هتكون مبسوط أكتر كتير لما تعرفه، لأن ممكن أنت وأنت مثلا بتسجل زي ما اتفقنا في الشادوينج تيجي تسجل صوتك تحس إن أنت صوتك حزين، صوتك زعلان. انت لما بتعرف صوتك الحقيقي وبتكتشفه فأكيد هتحبه أكتر، وهتحب ان انت تكون قادر تعبر عن نفسك أكتر بشكل مريح. أوريكو قبل ما نتكلم خليني أوريكو فيديو بسيط جدا لحكيم. حكيم هو chanteur égyptien. Il est très connu en Égypte en fait. Donc on va regarder cette petite vidéo puis on va parler. Regardez ça. كل ما هو يستخدم صوته على فكرة ممكن يعمل التمارين دي، يعني المذيعين، الإعلاميين طبعًا، اللي ما هو بيشرح، المدرسين بتوع الفرنساوي دايمًا لازم. Ah bon? Pour les professeurs de français? Oui. Écoutez jusqu'à la fin. كده، وبعد كده كل طبقات الصوت هنا بتتحرك، بيتعمل لها مساج، بتعمل لها مساج فعلًا. دي بتعمل لي آه، مساج؟ آه. Ah, d'accord. V, z, j. Qu'est-ce que c'est? Ça, ce sont les consonnes. الأحبال الصوتية بتستفاد، ده علم تخاطب. Les consonnes sonores. الاهتزازية. أصوات اهتزازية. Comme b, j, z, v. Ok? Donc, il faut répéter ça tous les jours. Ça va renforcer vos cordes vocales. الصوت العميق أكتر هو ده الصوت الحقيقي اللي بيطلع من جوه. فديت لازم إن احنا نكتشفها، لأن هي هتفرق جدا في حبنا لصوتنا، وخصوصا إن احنا بنستخدم صوتنا عشان نطلع كل اللي احنا عايزين نقوله، التعبيرات، وإن احنا نعبر عن نفسنا، وده بيسيب انطباع كويس للآخرين، مش كده؟ اتكلمنا قبل كده عن أهمية التأمل، وقلنا المديتاسيون ده بيخليني إن أنا أهدى بكتير، كمان بيحسن الصوت جدا، بيخلي الصوت عميق كتير، لأن أنت بتكون تركز على التنفس. يعني التنفس كمان بيخلي صوتنا أقوى بكتير، أعمق بكتير، وده لو انتوا جربتوه 3 أيام بس هتلاقوا فرق مش طبيعي. كده اتكلمت على تنظيم الأفكار. احنا نكون بنكتب أفكارنا، مش بنتكلم وخلاص في عقلنا، لازم احنا نكون كل حاجة بنكتبها، عشان ده هينظم أكتر أفكاركم ومشاعركم، هيخليكم أحسن نفسيا. كمان احنا اتكلمنا كده على التنفس، على التمرينات اللي بنعملها عشان نطلع صوت مظبوط، لان انتوا ممكن كمان وانتوا بتسجلوا في الشادوينج تحسوا ان انتوا صوتكم مش عميق كفاية، صوت حزين مثلا، صوت بيترعش اكتر، فتحسوا ان انتوا انا مش عاجبني صوتي، حاسه ان انا صوتي مش هو اللي انا عايزاه. ودي حقيقة هتكون عايزة ان انتوا تشتغلوا اكتر بكتير على الموضوع ده، بحيث ان انتوا تقووا. فاكيد هنكون محتاجين ان احنا واحنا بنسجل نلاحظ طيب انا صوتي عامل ازاي. ودي الحقيقة ميزة كويسة جدا في ان انتوا تكونوا بتسجلوا، لان هيفيد جدا 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 في ان انتوا تكتشفوا الحاجات اللي انتوا مش متظبطة احسن حاجة، وتبدأوا ان انتوا تظبطوها. Je vous remercie.